السلام عليكم، كي دايرين اخواتي؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير. ايوا غبارت عليكم الصراحه د الله. ايوا هادشي اللي عطا الله صراحه قبلوا عليا. ايوا اليوم جيت نشارك معكم هاد البريوات بالدجاج والبيشاميل، كيجيو واعرين خطيرين بزاف، معلكين ومقرمشين. ما نعاودش لكم شحال زوينين وساهلين. سمعوا معايا التقرميشه، كيجيو زوينين بزاف ومعلكين في الداخل ديالهم وبنان بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم ونصلوا على نبينا كيف العاده. عاد ندوز الوصفه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وعلى اله واصحابه اجمعين. فبسم الله على بركه الله. في واحد المقله كندير معلقه صغيره ديال الزبده، واحد المعلقه صغيره ديال زيت المائده اولا زيت الزيتون. كندير واحد البصله اللي كتكون مشلضه متوسطه، شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه، وهنا عندي واحد الريس ديال الثومه اللي حكيته. وغادي نزيد هنايا صدر ديال الدجاج اللي طحنته هكا في الهاشوار حتى ولا بحال الكفته. يمكن لكم ديروا لا داند او يمكن لكم ديروا حتى اللحم هكا ديال البقري اللي بغيتو، يعني حتى الكفته ديال البقري راه كتجي معاه البيشاميل، كيجي معاه البيشاميل. انا هنا بزاف كيعجبني الدجاج مع البيشاميل صراحه، كل واحد وشنو كيعجبو. صافي البنات، هنا غادي نفرتت هذاك الدجاج مزيان وغادي نزيد هنا في العطريه. هنا عندي السكنجبير والخرقوم وشويه ديال العطريه ديال الدجاج الا كنديروها ما كانتش بلاش. درت شويه ديال القزبور حبوب مطحون وشويه ديال لا موطارد وصويا صوص، يعني شويه شويه من الحاجه. صافي كنحرك داكشي كامل مزيان حتى كيتشرب هذيك العطريه. وهنا غادي نزيد شويه ديال القزبور ومعدنوس. وهنا راه نسيت الفطر، كنبي نديرو في الاول البنات ونسيتو. ماشي مشكل، هو اصلا كان معلب يعني دغيا كيطيب. صافي هنا راه كيجي فيه المذاق زوين. الفطر المعلب كتاخدوا داك الحكيك الصغير كديروا فيه غير النص، ما بغيتوش بلاش ديروا غير الدجاج بوحدو. وفي نفس الوقت البنات غادي ندوز نحضر البيشاميل. درت واحد المعلقه كبيره ديال الزبده حتى دابت، زدت عليها معلقه كبيره ديال الدقيق يعني وحركتهم مزيان حتى تحمر لي داك الدقيق في داك الزبده. وهنا غادي نزيد الحليب، كنزيدو تدريجيا، يعني تقريبا درت واحد الكاس ديال الحليب. كنبقى نزيد شويه بشويه. يعني ما كنزيدوش بدقه، كنزيدو تدريجيا باش هكا كنتحصل على ما كيتكورش ليا هذاك الخليط ديال الدقيق. صافي البنات، انا راه خليت داك يعني الفطر يطيب واحد شويه وحركته وطفيت عليه. بالنسبه للبيشاميل زدت عليه واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. وغادي نزيد هنايا الفرماج. درت الفرماج اللي عندي، درت فرماج مثلث، فرماج موتزاريلا، وهذا الفرماج هذا ديال الساندويتش. نتوما تقدروا ديروا اللي كان متوفر لكم البنات، غير هكا كيجي داك البيشاميل مفرمج، يعني هو اللي كيعطينا ديك التعليكه في الحشوه ديالنا، كيعطي داك التعليكه في البريوات كيجيو زوينين. صافي هنايا من بعد ما طابت لي ديك الحشوه ديال الدجاج والفطر، كنزيد عليهم ديك الصلصه ديال البيشاميل اللي حضرنا هنا. اصلا البنات البيشاميل كتجي بنينه بديك الكوزه هي اللي كتبننها، وانا الكوزه ما كنبغيش نديرها زعما هكا في رمضان، فهمتوا؟ ما زعما ما درتها لا في سليل ولا في والو، راكم عارفين. صافي المهم خلطت هذيك البيشاميل مزيان مع ديك الدجاج، مع داك الدجاج، وخليتهم حتى بردوا، يعني خليتهم يبردوا مزيان. عاد هنايا زدت الورقه. انا هنايا خدمت بالورقه ديال الفيلو صراحه، ولات كتعجبني، كيعجبني نخدم بها، كتجي مقرمشه وزوينه في الخدمه ديالها. هنايا عندي الزيت اللي مخلط مع التحميره. انا كناخذ دائما واحد القرعه اللي كندير فيها التحميره والزيت، كنخليهم هكا غير في بلاكار. وقت ما بغيت نخدم بحال هكا الورقه اولا عجينه ديال المسمن المملحات كندهن بهم، كيعطيني ديك التحمار زوين فاش كيطيبوا في الفران. المهم الحاجه اللي غادي تدخل الفران. صافي البنات، من بعد ما شفتوني قطعت الورقه ديال الفيلو كيف قلت لكم، هي كتعجبني في الخدمه، ساهله وزوينه ومقرمشه واعره بزاف. صافي البنات، راني قطعت اشريطه كيف كتشوفوا معايا، راه ماشي بريوات صغيورين، راهم يعني متوسطين. اللي بغى يدير بريوات كبارين يديرهم، انا هادو جاوني في القياس. صافي البنات، كنقطعهم هكا اشريطه. من الاحسن كدهنوا فوق سطح العمل بديك الزيت، عاد كتحطوا دوك الشرائط ديال الورقه، وعاد كتعاودوا تدهنوهم من الفوق. المهم كتبغي هاد الورقه كتبغي الدهين لان كتكون ناشفه مصوبه هكا غير بسميتو بالنشا، ضروري من الزيت. صافي كديروا واحد الملعقه مع مراش في كل بريوه. المهم كيف قلت لكم كديروا القياس اللي بغيتو. ما بالنسبه للطويه البنات ما تزيروش بزاف، حيت الا زيرتو غادي يطرطق لكم في الفران.
يعني ما تزيروش وفي نفس الوقت ما يكونوش محلولين باش هكا ما تخرجش لينا الحشوه ديالنا، حيت الحشوه فيها راكم عارفين فيها الفرماج غادي يطرطق. صافي البنات غادي نكملهم كاملين بنفس الطريقه حتى كنساليهم راه ساهلين. الطريقه يعني ديال الطويه ديال البريوه راه ساهله، راه كلشي كيعرف ليها. الا ما بغيتوش ديروا بريوه تقدروا ديروا هكا بسيطلات اولا دوكا لينيم سيجار، اللي بغيتو. راه المهم الطريقه راه جيت ساهله. بالنسبه للتلصيق راه ما كنلصق لا بالبيض لا بوالو، يعني كندير غير الزيت وكيبقاو، حيت غادي نطيبهم في الفران ما غاديش نقليهم. صافي يعني غادي نلصقهم غير بالزيت، فهمتوا؟ كنحاول هكا نقادهم من الجنيبات. الا كاين هكا شي بليصات هكا خارجين ولاد نقطعهم بالمقص اولا كنخليهم يلصقوا غير بالزيت. صافي البنات كنكملهم كاملين بنفس الطريقه. وهنايا عندي الكنافه اللي باش غادي نزينهم اختياريه، انا غير كانت عندي متوفره يعني وزينت بها. نتوما بغيتو تدهنوهم وتدخلوهم الفران مباشره، لكم الاختيار دخلوهم. انا هنايا غير كانت عندي الكنافه يعني كنت خديتها وصافي، ما بقاتش يعني صالحه تشكلي بها حتى شي حاجه غير ديال التزيين وصافي، يعني في تحليات في كيكات تزيين. المهم ديال التزيين ما صالحه باش ديري بها حتى شي حاجه. داكشي علاش كنخدم بها بحال هكا باش ما تضيعش ليا. ايوا البنات هنا كناخذ كل يعني فاش كنسالي البريوات ديالي كنعاود ندهنهم بديك الزيت وغير شويه وكندير عليهم ديك الكنافه من الفوق غير باش كتلصق ليا وصافي. بالنسبه للبنات اللي بغات ديرهم كميه اللي كثيره وديرهم في المجمد راه يمكن ليها يعني ديرهم في المجمد وتجبد غير داكشي اللي غادي طيب وملي تجبدهم مجمدين طيبهم مباشره. صافي بالنسبه للبنات اللي بغات تقليهم راه يمكن لكم دوزوهم هكا في الدقيق ومن بعد هذا البيض اللي كيكون مطرب وكدوزوهم في هاد الكنافه اولا لا شابلور الخبز المحمص وتقليوهم حتى هكاك يعني كيجيو زوينين. نتوما اللي بغيتو البنات. هنا من بعد ما استفتهم في الفران انا هنا دخلتهم الفران كيجيو مقرمشين وغزالين يعني بحال مقليين. صافي البنات هنا الفران راه كيكون سخون من قبل كتدخلوهم يطيبوا على خاطرهم دغيا دغيا كيطيبوا. هانتوما دغيا يعني 15 دقيقه ما كاملاش دغيا دغيا طابوا كيجيو محمرين غزالين. انا راه سخانين مازال داكشي علاش هانتوما من التحت كيكونوا محمرين ومقرمشين يا سلام. ايوا هنا البنات انا جمعتهم هنا كنت درتهم وديتهم معايا عند عكوزتي صراحه عجبوهم بزاف. ودرت حتى لينيم ديال الكفته ان شاء الله غادي نشاركهم معكم فيديو اخر لان الفيديو غادي يجي طويل. هذا دابا ديال البريوات راه فيه 8 دقائق راه بركه 8 دقائق اللي جا البركه. شوفوا معايا القرمشه البنات، شوفوا معايا كي جاو مقرمشين معلكين. شوفوا التعليكه ديال داك البيشاميل والفرماج واعرين واحد اللذه فيهم يا سلام. كنتمنى تجربوهم. ايوا اختي الا وصلتي حتى لهنايا كنقول لك شكرا بزاف. ما تنساش لي ديري ليا لايك الفيديو وبارطاجي ليا مع احبابك وصحابك وشي تعليق محفز للقناه. وتهلاو ليا في راسكم الى فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.